مرحبا بيكو في وجوه الأيام، المكان اللي بنحكي فيه حكايات الناس، مش عشان نرجع للماضي، لأ عشان نفهم نفسنا في الحاضر. حكايتنا النهاردة عن وش من وشوش الأيام، وش الصبر لما يتقابل مع الجحود، ووش الخير لما يقف قصاد الشر. في طرف قرية صحراوية هادية كان في ورشة حدادة قديمة، صوت الحديد فيها ما كانش بيقف. صاحبها المعلم قاسم راجل قاسي الطباع، ايده شاطرة بس قلبه أقسى. وكان معاه صبي صغير اسمه يونس يتيم الأب وبيصرف على أختين أصغر منه. يونس كان بيشتغل من الفجر لحد الليل، نفخ الكير، تنظيف الورشة، شيل الحديد التقيل، وأجره كلمات قاسية وقرشين ما يكفوش. قاسم عمره معلمه الصنعة، كان دايما يقوله انت خليك في اللي تعرفه، الحدادة دي أكبر منك. لكن يونس كان بياخد قطع الحديد المكسورة ويروح بيها آخر الليل، يجرب يشكلها لوحده بشرارة صغيرة وإيد مرتعشة. في يوم حر شديد قرر قاسم يتخلص من يونس، قال له عايزك تجيب حديد خام من الجبل الأسود قبل بكرة المغرب، وإلا ما ترجعش. الجبل ده الناس بتخاف تقرب له، صخور حادة وطريق خطر. يونس ما اعترضش، خد عدته ومشي. وفي نص الطريق وهو بيطلع الجبل لمح فتحة كهف طالع منها حرارة غريبة زي نفس نار. دخل يونس الكهف بحذر ولقى جواه صخور حديد لونها غامق وفيها عروق بتلمع كأنها نار محبوسة. لمس قطعة صغيرة والشرارة ولعت في إيده، حس بحاجة مختلفة، حديد حي. أخذ قطعة صغيرة وخباها وكمل مهمته، وجاب الحديد اللي طلبه قاسم بعد تعب ليلة كاملة. رجع الورشة، قاسم سخر منه وقال له الحديد مش نظيف وخصم من أجره. يونس رجع بيته مكسور، لكنه طلع قطعة الحديد الغريبة وبدأ يشتغل عليها. مع أول ضوء صبح كان عامل سكينة صغيرة متوازنة قوية، ولا حد في القرية شاف زيها. في السوق شاف السكينة تاجر أدوات اسمه سالم، مسكها لفها في إيده وقال الحديدة دي نادرة، مين عملها؟ يونس رد بهدوء أنا. اشترى سالم السكينة بمبلغ يونس ما شافوش في حياته وطلب منه المزيد. ساعتها يونس خد قراره وساب ورشة قاسم. قاسم لاحظ التغيير وراقب يونس وعرف مكان الكهف. دخل وبدأ يكسر الصخور بجشع من غير فهم. الصخور انهارت واتصاب قاسم. يونس كان يقدر يسيبه، لكنه ضميره غلبه وشاله وطلعه. قاسم رجع القرية مكسور قبل ما يكون مصاب وفقد احترام الناس. أما يونس ففتح ورشة صغيرة، علم غيره وما احتكرش السر. ولما حد سأله انت ليه سمحت؟ قال عشان ما بقاش وش تاني من وشوش الأسوأ. في وجوه الأيام مش دايما اللي يتظلم يخسر ولا اللي يظلم يكسب، أحيانا الفرق كله في القرار اللي بتاخده وانت موجوع. استنوا حكاية جديدة ووش جديد من وجوه الأيام.